40,000 جنيه، وده كان تمن القصر اللي اشتراه الملك فاروق لزوجته الملكة فريدة، واللي اشتراه الملك فاروق سنة 1939. المبلغ أصلا مش مكمل حاليا مثلا حق جنيه دهب. القصر ده اسمه قصر الطهرة، تم بناؤه لابنة الخديوي إسماعيل واللي اسمها أمينة، وهو من أجمل القصور المصرية. وبعد كده ابن الأميرة أمينة اللي اسمه محمد طاهر باشا ورث القصر ده عن والدته، وبعد كده اضطر ان هو يبيعه ب40,000 جنيه بس للملك فاروق. زي ما انتم شايفين ده القصر. أول حاجة بيتميز بيها القصر أول ما تدخلوه هتلاقوا نافورة كده، دي مصنوعة من البرونز وبعض المعادن، وكمان في تماثيل كتير جدا وفازات، دي كلها من الرخام. طبعا هو في مساحات خضرة كتير حوالين القصر، والقصر ده يعني تم تصميمه على الطراز الإيطالي، لأن مهندس إيطالي هو اللي عمل الديزاين بتاع القصر من النافورة وحاجات كتير جدا. هنا من أول البوابة بتاعة القصر، البوابة الخارجية مكتوب عليها حرف آي. طبعا احنا اتفقنا ان حرف آي ده اللي هو نسبة للخديوي إسماعيل. دي النافورة. بعد كده القصر متكون من أكتر من طابق، وفيه البهو الأرضي. هو بالنسبة لي هنا ده الباب، أول ما هتدخلوا هتلاقوا تصميم الباب التاني شكله خطير جدا، ودي فازة ولوحات كتيرة قوي موجودة في القصر. والسقف ده مصنوع كمان من المرمر. المرمر ده للمعرفة هو من الأحجار الكريمة اللي بتخلي الضوء ينفذ من خلالها. هنا دي في البهو الأرضي أول حاجة بنشوفها غرفة البلياردو. الترابيزة البلياردو شكلها فظيع جدا، طبعا التصميم بتاعها تحفة وفريد جدا من نوعه. الترابيزة دي غير انها مصنوعة من خشب الابانوس المطعم